هنعمل النهاردة وصفة هتبيض الأسنان، هتشيل الجير الموجود في الأسنان، هتشيل الإصفرار، هتشيل رائحة الفم الكريهة بمكونات سهلة جدا موجودة عندنا في البيت. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. اللي اول مرة يشوفوا القناة ياريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من اسهل ما يمكن وبتجيب نتيجة ان شاء الله سريعة. وصفة لتبييض الاسنان. هتبيض سنانك من الاصفرار الموجود، هتشيل الجير اللي موجود في الاسنان، كمان لو في ألم هتشيله والتهابات، هتخلي رائحة الفم جميلة جدا وهتشيل رائحة الفم الكريه. يلا بينا نشوف مكونات الوصفة بتاعتنا. اول مكون معانا هو معلقة من القرفة المطحونة، مشروب القرفة بتاعتنا. ممكن لو عندك قرنفل مطحون ممكن تحطيه، بيدي نتيجة حلوة واحسن من القرفة كمان. تاني مكون معانا وهو معلقة من الزنجبيل او الجنزبيل، بيشيل الالتهابات وكمان بيدي ريحة للفم منعشة وحلو. اخر مكون معانا وهو احط كمية معقولة من معجون الاسنان. معجون الاسنان هيبيض، هيشيل الجير، هيدي انتعاش لرائحة الفم. بعد كده بضيف شوية مية، مش هحط مية كتير، انا بس عايزة ادوب المكونات مع بعض. بعد ما دوبت المكونات بتاعتنا مع بعض بحطها في علبة صغيرة، وبجيب فرشة السنان وبفرش بيها اسناني يوميا لغاية ما الاقي النتيجة اللي انا عايزاها، او استخدمها كبديل لمعجون الاسنان، او قبل الخروج استخدمها. بجد هنلاقي نتيجة جميلة جدا. كفاية انها تدي انتعاش للفم، وكمان هتشيل الالتهابات وتدي ريحة جميلة جدا للفم، تغنيكي عن اي مستحضرات كيميائية انت بتشتريها بفلوس غالية. مكونات سهلة جدا، طريقة سهلة جدا، بنستخدمها مرة في اليوم، ان شاء الله هتجيب نتيجة حلوة اوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ياريت اشتراك وشير ولايك للقناة، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.